اليمن، والحاصل ان الحب شي ما له ثمن. يا لا لا ويا لا لا من قال محبوبتك من. قلت اليمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في مقطع جديد وسلسلة جديدة راح تكون في القناة بإذن الله. اليوم بما انه انا من اليمن، اول شيء قبل ما نبدا الفيديو لا تنسون اللايك والاشتراك في القناة، كمان لا تنسون كلكم انكم تصلون على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. طيب يا شباب، فكرة فيديو اليوم راح تكون فكرة مختلفة جدا. بما انه اول شيء راح نسوي مقطع عن اليمن، بما انه انا من اليمن راح اعرفكم عن اليمن ونشوف مقطع مع بعض كذا، لانه في ناس كثير ما يعرفون اليمن، فراح نشوف مقطع مع بعض عن اليمن وتاريخ اليمن. اللي حابب نسوي سلاسل كثيرة يعني عن دول اخرى مثل سوريا، السعودية، اي دولة اخرى، يكتب لي تحت في التعليقات او في السناب شات او انستغرام، احط لكم رابط تحت في الديسكربشن. واللي حابب يرسل لي يقول لي صح تسوي عن مثلا السعودية، صح تسوي عن حتى ولو دول اجنبية عن تركيا، عشان ايش نشوف مع بعض. فزي ما قلت لكم قبل ما نبدا الفيديو لا تنسون اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات عشان يوصلكم كل جديد. ويلا نبدا مع بعض، ليتس جو. اوكي يا شباب، بدأنا الفيديو. طبعا هذا اسم القناة. كل شيء بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أحبابنا المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليمن، هذا البلد يحمل أسرارا يجهلها العديد من. اوكي، في البداية أول شيء هذا المكان هي صنعاء، اللي هي العاصمة صنعاء، عاصمة اليمن صنعاء. فهذا المكان هو بلادي اللي عشت فيه تقريبا 18 سنة، عشت في صنعاء. والله اشتقت لصنعاء. طبعا هذه صنعاء القديمة. كمان هذا الجبل والله اشتقت لها. ما ابغى اكثر في الكلام، خلونا نشوف المقطع. من الناس، فتاريخ اليمن القديم يبدأ في أواخر الألفية الثانية قبل الميلاد، حيث قامت مملكة سبأ ومعين وقطبان وحضرموت وحمير. وكانت هذه المماليك مسؤولة عن تطوير أحد أقدم الأبجديات في العالم المعروفة بخط المسند. دعني أخذك عزيزي المشاهد وأكشف لك بعض الأشياء المثيرة عن اليمن. هل تعلم أن اليمن هم أول من علموا المصافحة في العالم؟ تقول روايات تاريخية أن المصافحة ظهرت خلال الحضارة الإغريقية. المعلومة يا شباب الحين في وضع كورونا، لما قالوا خلاص ممنوع المصافحة، عشان إيش؟ عشان الوقاية، ما يكون في، عشان نقي أنفسنا ونقي أهلنا وأصدقائنا والأشخاص اللي نحبهم. طبعا في اليمن ما في عندهم هذا الشيء، إنه يعني إذا في أحد جاي يمد يده ويقول لك السلام عليكم كيف حالك، يمد يده، لازم يمد يده. يعني مستحيل إنه ما يمد يده، يخجل ويمد يده حتى لو في مرض، حتى لو في أي شيء. فخلونا نواصل. لكن مصادر عربية وإسلامية تقول أن أول من جاء بالمصافحة هم اليمنيون. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما جاء أهل اليمن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم: قد جاءكم أهل اليمن وهم أول من جاء بالمصافحة. سنده جيد. اليمن جاءت في القرآن. ذكر اليمن مرتين في القرآن عبر سورتين. أولا سورة سبأ وملكتها القوية بلقيس وقصتها مع نبي الله سليمان، والأحقاف وهم القوم الذين سكنوا تلك المنطقة. وكان جزيرة سقطرى. ترجع شهرة جزيرة سقطرى وأهميتها التاريخية إلى بداية ازدهار تجارة السلع المقدسة، واشتهرت بإنتاج الند وهو صنف من أصناف البخور، كما أن الجزيرة معروفة بمناظرها الجميلة. المعلومة يا شباب، جزيرة سقطرى الشجرة هذه اللي تشوفونها قدامكم دحين، ياخذون منها العطور، ياخذون منها البخور، منها أدوية، كمان فيها أشياء كثيرة مفيدة. جميلة. وأشجار دم العنقاء الغريبة التي لن تجدها في مكان آخر في العالم. الجنبية.
تعرف الجنبية اليمنية. دقيقة، اللي ما يلبس هذه ما هو يمني، هذه الجنبية اللي ما يلبسها ما هو يمني. وأنها أشهر أنواع الخناجر العربية، ويطلق هذا الوصف على الخناجر التي تربط بحزام حول الخاصرة. وصناعة الجنبية هي إحدى الحرف التقليدية التي يكثر انتشارها في اليمن، وتستخدم الجنبية اليمنية تفاديا للتفرقة الاجتماعية، وتضفي صفة الرجولة على من يلبسها حسب ما يعتقده بعض اليمنيين. قهوة المخاء. قهوة المخاء المشهورة في العالم أصلها من اليمن، ففي مدينة المخا كان يتم تصدير هذا. دقيقة، هذه ما هي قهوة زي اللي هذا البن اليمني، بس ليش يسمونها قهوة ما أدري. هذا البن اليمني يا شباب. النوع من القهوة إلى العالم. حفلات الزواج. قد تصل احتفالات الزواج في اليمن إلى أوكي، أول شيء الحفلة هذه في صنعاء 21 يوما. ومن أشهر الرقصات الشعبية في حفلات الزفاف البرع، اسمه إفريقيا. برعة. تقول بعض الروايات أن أصل كلمة إفريقيا يعود إلى الملك اليمني إفريقيس بن ذي المنار. مرتفعات جبلية. يقيم 8% من اليمنيين في المرتفعات الجبلية. القاط. صحيح. يعرف الشعب اليمني بأنه من أكثر الشعوب استهلاكا للقاط، وهو الصورة هذه ما أدري ليش حطوها، بس للمعلومة يا شباب، ما أدري لكل يمني شاهد المقطع. القات هذا الشعب اليمني كامل يخزن أو يستخدم القات. أنا عني وعن نفسي استخدمتها مرة واحدة بس وبس، ما هو استخدمتها. نباتات يعطي حالة من النشاط الزائد لمن يتناوله، وقد صنفته منظمة الصحة العالمية كعقار ضار من الممكن أن يتسبب في حالة الإدمان، ويستعمل اليمنيون عبارة تخزين للتعبير عن استهلاك القات. صحيح. القات يستهلك أول شيء الفلوس. يعني في بعض اليمنيين يروح عنده أهم شيء إذا عنده القات خلاص ما عاد ما يهم أي شيء، حتى ولو الأكل أو الغداء أو أي شيء. اليمن أصل العرب. يرى الكثير من المؤرخين أن في أرض اليمن وجد أول إنسان عربي قبل 2500 سنة. فاللهم احفظ اليمن وأهلها وجنبهم الفتن ما ظهر منها وما بطن. اوكي يا شباب، بعد ما شفنا المقطع اللي فات عن اليمن وتعريفها والاشياء هذه، الحين ننتقل للموضوع الثاني والموضوع الأهم عن ثروات اليمن. اوكي، نبدأ. هناك الكثير طبعا هذا مقطع ثاني كمان راح احط لكم من الرابط الدول الاقتصادية القوية التي تتمتع اوكي. الجودة يا شباب تعبانة والله، مرة تعبانة. هذه أعلى جودة. اوكي. ثروات هائلة، ما جعلها تنهض بشعوبها وترفع معدل الدخل للفرد الواحد، وهذا ما يميز الدول الاقتصادية القوية كأمريكا وكندا وبريطانيا وروسيا وغيرها من الدول. إن هذه الدول القوية اقتصاديا تستطيع التحكم بقرارات عالمية ودولية، ولكن هناك دولة فقيرة جدا تمتلك ثروة تعادل أضعاف ثروات هذه الدول العظمى. هذه الدولة قد لا يمتلك مواطنها قوت يومه الأساسي، ودخل الفرد فيها قد يصل إلى $2 في اليوم الواحد. هذه الدولة تمتلك ثروات هائلة، ما يرشحها أن تكون أثرى دولة في العالم، وقد اختصرها علماء الاقتصاد الدولي بعبارتين، ألا وهي أفقر شعب يمشي على الذهب. إنها اليمن. سوف نستعرض بعضا من ثروات اليمن البسيطة، بدءا من النفط والغاز الطبيعي والسياحة، مرورا بالمعادن والزراعة، ووصولا إلى المحطات العالمية والممرات البحرية. وسوف تكون بدايتنا من الممرات البحرية والموانئ. هل تعلمون أن ميناء عدن يعتبر من أهم وأقوى الموانئ العالمية، وذلك يعود لموقعه الاستراتيجي للتجارة العالمية، وإذا تم استثماره بالطريقة الصحيحة سوف يعود بعائد سنوي قد يصل إلى $75 مليار، وسوف يخلق الكثير من فرص العمل لليمنيين، وسيقضي على نسبة كبيرة من البطالة. ولن نتوقف هنا، وسننطلق إلى ميناء الحديدة والصليف،
فإذا أصبح هذا الميناء محطة ترانزيت للسفن الضخمة فسوف يعود بعائد سنوي قد يصل إلى أكثر من 40 مليار دولار سنويا، وقد يكون ذلك العائد دون فرص العمل والتجارة. والله مبالغ هائلة يا شباب، تشوفون الأرقام هذه. وننطلق إلى مضيق باب المندب، وذلك لأهميته الاستراتيجية في مرور سفن التجارة العالمية، فإنه سوف يعود بعائد سنوي قد يتجاوز 200 مليار دولار. 200 ولا ننسى مليار. كذلك ثروة السمكية، حيث أن اليمن مرتبطة ببحرين هما البحر العربي والبحر الأحمر، ما يجعلها تمتلك ثروة سمكية وشعبا مرجانية ومخلوقات بحرية نادرة قد يقدر دخلها السنوي ب55 مليار دولار. 2. الثروة النفطية والغاز الطبيعي. سوف تكون بدايتنا هنا من محافظة الجوف. هل تعلم أن أكبر خزان نفطي في العالم اكتشف في محافظة الجوف، حيث أن حقول النفط الموجودة في الجوف تعادل نفط المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت وكافة دول الخليج. كما نعلم أن الإمارات والمملكة السعودية تعتمدان على دخلهما من النفط بنسبة 70%. فإذا تم فقط استثمار هذه الحقول سوف يعمل على رفعة اقتصادية ضخمة لليمن وللعملة اليمنية. وكذلك لا ننسى محافظة حضرموت التي تحتل المركز الأول بين القطاعات النفطية في الجمهورية اليمنية. وكذلك أيضا مارب بإنتاج سنوي وصل عام 2006 إلى 25 مليون و100 ألف برميل يوميا. وكذلك محافظة شبوة الغنية بالثروة النفطية. 3. المعادن. منطقة لحج أبين، حيث إنها غنية جدا بمعدن الذهب، وتتراوح نسبة الذهب من كيلو إلى 21 طن، وهي نسبة عالية جدا، بالإضافة إلى جبال محافظة حجة حيث تحتوي على الكثير من مناجم الذهب. وشركة كانتكس الكندية كانت قد نقبت عما يزيد عن 96 مليون جرام من الذهب في محافظة حجة فقط، وقد تكون فقط مناجم سطحية. وكذلك يوجد الكثير من المناجم التي لا تتوفر لدينا معلومات كافية عنها في محافظة حضرموت ومارب وتعز، وهذه الثروة تعتبر مصدرا اقتصاديا هاما وقويا للكثير من الدول العالمية. 4. الزراعة في اليمن. هل تعلم أن أرض اليمن هي الدولة الوحيدة في الدول العربية والعالمية التي تمتلك جميع المناخات المتنوعة كالمناطق الدافئة والباردة والمعتدلة، والتي تسمح بالزراعة الموسمية طوال السنة، وتسمح أيضا بزراعة أصناف لا تعد ولا تحصى من الفواكه والحبوب والبقوليات. ولا ننسى ما اشتهر به أجدادنا القدماء، ألا وهو زراعة البن اليمني المعروف عالميا بموكا، والتي تعتبر أقوى وأغلى من ثروة النفط إذا استغلها الشعب اليمني واستغنى عن شجرة القاد. هذا البن يا شباب. 5. السياحة في اليمن. السياحة. هل تعلم صح. أن اليمن يمتلك أكبر شريط ساحلي في الوطن العربي، وكذلك يمتلك الكثير من الجزر، وعلى رأسها جزيرة سقطرى التي أصبحت مطمعا تسعى الكثير من الدول المجاورة. دقيقة يا شباب، ايش رايكم نسوي مقطع بس انه نشوف مدينة جزيرة سقطرى. انا صراحة انا ما زرتها لما كنت في اليمن، بس لما اشوف لها مقاطع والله اتحمس كثير لما اشوفها. فاكتبوا لي تحت في التعليقات اذا حابين نشوف جزيرة سقطرى مع بعض، واذا حابين نسوي مقاطع عن بلدان ثانية اكتبوا لي تحت في التعليقات ورسلوا لي في سناب او الانستغرام إلى الحصول عليه. وكذلك جزيرة حنيش. ولا ننسى تاريخ اليمن والمعالم التاريخية كشبام حضرموت ومدينة صنعاء القديمة ودار الحجر وعرش بلقيس وقصر غمدان، والكثير من المناطق الأثرية التي ستكون مصدرا كبيرا لإدخال العملة الصعبة إلى اليمن. فتركيا وفرنسا والكثير من الدول العظمى تعتمد على السياحة في دخلها كمصدر رئيسي. وفي الختام قد نكون لم نذكر لكم في هذا الفيديو إلا القليل، وما خفي كان أعظم. متى سيعلم الشعب اليمني أن وطنه غني للغاية ويتمتع بثروة هائلة، وأن اليمني سيتمتع بعيشة رغيدة وكريمة إذا وجدت في اليمن قيادات نزيهة وتخلصت من الحروب التي تشن عليها. فهناك الكثير من الدول العظمى حيث تتمتع بواحدة من هذه الثروات فقط التي ذكرناها لكم، ونراها من أثرى الدول في العالم، ونرى شعوبها في عيش كريم.
في الأخير اوكي شباب، اعتقد انه كذا وصلنا لنهاية المقطع. والله اخر 10 ثواني يعني، طبعا هذا حال اليمنيين دحين، 90% من اليمنيين على هذا الحال. الله يفرجها على بلادنا ان شاء الله وعلى جميع بلاد المسلمين. وبس هذا المقطع بشكل كامل، نتمنى تكونوا استمتعتوا في الفيديو. لا تنسون اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات عشان يوصلكم كل جديد، ولا تنسون كمان انكم تصلون على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وبس هذا اللي اقدر اقوله. السلام عليكم.